بعد العمليه في عندكم راحه الفم الكريهه، ما عندك تبغى تلحق عليها مع كل صلاه تفرش اسنانك وبين الصلوات تمضمض. الناس يسالون عن اللبان ويسالون عن الستريبسلز، موافق، لكن اذا بلعتها رحت بداهيه. وش هذا؟ الستريبسلز المصاص هذا حق راحه الفم والعلق ما عندي مشكله. وفي بخاخ، البخاخ احسن واحد فيهم. لا، وفي كمان هذه بتيجي شكل شريحه رقيقه تلزقها بسقف الحلق تخلي راحه الفم مكان. بس اذا تبغى تجيب المصاص هذا الستريبسلز المصاص ولا العلق اللي يطلع ما عندي مشكله ابدا، ما عندي. بس اذا بلعتها وقعت في مصيبه، لانه ممكن تلصق بالطبريق. يعني ما تبلع العلك. ما تبلع العلك. نعم. الان يكلموني عن المويه، كل طبيب له طريقته، ما ادري عن فلان وعلان ولا يهمني فلان وعلان. اليوم تروشتوا كلياتكم وشايفين جروحكم وحط يدك عليها بخير وممتاز وما في خياطه ما في شيء، هذا الموضوع منتهي. كل يوم الصبح حمام ونشفها وتركها ناشفه وانسى الموضوع. بعد فتره راح تلاحظ ممكن يطلع منها خيط صغير، ممكن يطلع منها خيط صغير يذوب لوحده. ما في عندنا خيوط يبغى لها شيء، لا تروح اطباء، كل شيء يذوب لوحده. اترك الموضوع كله لوحده، اتفقنا؟ لا مطهرات ولا يود. كل يوم ايوه بتختلف 3 اسابيع 4 اسابيع تيجي تلاقيها واقع، يعني تلاقي خيط صغير طلع وذاب وراح. المهم انت حمام كل يوم وتركها وانسى الموضوع. صار فيها علامات التهاب تصور تبعث، صار فيها حواليها دم تصور بعث. اذا انه مرضي حقول لك انسى، شيء يخوف راح ارد عليك شيء تساوي. اتفقنا؟ يسالونك عن التدخين، ممنوع من الباتة، خاصة أول أسبوع مصيبة، لأن كل الغازات اللي بتدخل مع الدخان راح تتجمع في المعدة، المعدة ما هي قادرة تتخلص من الغازات اللي موجودة فيها، فما بالك بالدخان زيادة. لازم جماعة الدخان يخففون على الآخر. إذا مخك خلاص ضرب شفطة صغيرة بالفم وطلعها، بس فكت محنة باختصار يعني. اللبن يا دكتور مو بيكون غازات؟ لا ما يكون. وش الدكتور؟ المرض وش الدكتور؟ دخان يعني خلاص يعني مولع معك. انا بعد كمان على شفطه صغيره وبعدين وقفوا على طول. الدكتور ركز على المدخن. لا ما يدخن، انت قلت اعوذ بالله. المرضى اللي مين فيكم باخذ ادويه؟ ولا حد. مش جماعه الادويه. نعم جماعه اللي عنده الكوليسترول انسى الموضوع لانه ما في داعي للكوليسترول. والسكر انسى الموضوع الان لانك تبقى قاعد تاكل شيء فيه سكر. ضغط لا ما في، اهم شيء دواء الضغط، اللي ياخذ دواء ضغط لازم ياخذه. اتفقنا؟ الان يوم 21 اللي فيكم يقدر يجي الاردن، اهل الشمال دائما يجون، اهل المناطق البعيده صعبه عليهم، فاهمين واتساب. طالما انت شايف نفسك كويس انا متاكد انك كويس. في شيء مهم، لا تنقطع العلاقه بيننا. في يوم 21 عشان تبدا تاكل على 3 شهور 6 شهور 9 شهور سنه، كل 3 شهور لازم تبعث لي واتساب. الوزن، الصحه العامه، وامورك وكل شيء. اتفقنا؟ من عنده اسئله قولوا. يلا. بس انا حبدا اداوم يا دكتور.